7 فنانين ماتوا وهم بيمثلوا، وقعوا في حب الكاميرا فصورت مشاهد نهايتهم. محمود المليجي واللي كان أيقونة من أيقونات الشر في السينما المصرية انتهت حياته وهو بيمثل مشهد موت للشخصية اللي كان بيأديها في فيلم أيوب. وبيحكي المخرج هاني لاشين عن كواليس موت الفنان محمود المليجي وبيقول كان بيستعد للمكياج وطلب كوباية قهوة، وفجأة وبدون أي مقدمات اتكلم مع الفنان عمر الشريف وقال له الحياة دي غريبة جدا، الواحد ينام ويصحى وينام. وفجأة نام وهو بيتكلم لدرجة ان كل الناس بدأت تضحك وبدأوا يحركوه. وهنا حصل اللي ما كانش متوقع واتفاجئوا بموته. وبكده يكون مات محمود وهو بيعمل اكتر حاجة بيحبها في حياته وهو التمثيل. مصطفى متولي هو زوج أخت الزعيم عادل إمام، وانتهت حياته على خشبة المسرح وقدام جمهوره كله وهو بيقدم دوره في مسرحية بودي جارد اللي كان بيقدمها مع الفنان عادل إمام. وده حصل ليه بسبب أزمة قلبية تعرض ليها أدت فيها إنه يفارق الحياة، وتحديدا في سنة 2000. وبالرغم من وفاته إلا إن الزعيم موقفش العرض واستكمل دوره محمد أبو داود. وفي أول مشاهد أبو داود قدام الفنانة رغدة انهارت من العياط ووقعت على الأرض فجأة واتقفلت الستارة بشكل مؤقت. ولما اتفتحت تاني الفنان عادل إمام بدأ يصرخ ويقول متولي يا متولي. الضيف أحمد هو واحد من فرقة ثلاثي أضواء المسرح بعد ما خلص بروفات مسرحية الراجل اللي جوز مراته واللي كان بيمثل فيها دور راجل ميت بيتحط في تابوت عشان يهرب من مبلغ التأمين اللي المفروض يدفعه على حياته. بس للأسف وهو بيمثل المشهد ده جات له أزمة قلبية، وبعد ما رجع البيت اتنقل للمستشفى وبعدها مات، كما لو انه كان بيعمل بروفا المشهد رحيله. عبد الله غيث ينطبق عليه مقولة ومن الفن ما قتل. اتوفى عبد الله غيث اثناء تصوير مسلسل ذئاب الجبل، ولان موته كان مفاجأة لكل فريق العمل معرفوش يوفروا بديل ليه عشان يكمل الدور، فغيروا احداث المسلسل عشان تتناسب مع رحيل عبد الله غيث. في الحقيقة صلاح ذو الفقار، صلاح اخد اخر نفس ليه في الحياة وهو بيصور المشهد الاخير في فيلم الارهابي مع الزعيم عادل امام. مات وما كانش يعرف ان ده مش مجرد اخر مشهد في الفيلم اللي بيصوره، لكنه اخر مشهد ليه في الحياة كلها. عشان كده ظهر كل افراد اسرته في المشهد الختامي في الفيلم. محمود مرسي عاشق التمثيل اداله الحظ الفرصة انه يموت جوه عشقه الابدي، وتوفى اثناء تصوير مسلسل وهج الصيف. وده حصل فجأة بسبب اصابته بأزمة قلبية ادت انه ينهي حياته ويفارق الفن، وده حصل تحديدا سنة 2004. غريب محمود في سنة 2006 توفى غريب محمود وهو بيعمل بروفة مسرحية حمام مغربي، وموته ما كانتش موت عادية، ده الموت شاور عقله مرتين قبل ما يخطفه من عالم الفن. وده لانه قبل ما يموت فقد الوعي مرة وقدر يقوم تاني، لكن المرة التانية بقى كان فارق الحياة. وبموته ده ربنا حقق ليه امنيته، لانه كان بيحلم انه يموت وهو على خشبة المسرح وبيقدم الحاجة اللي بيحبها.